السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا مع ملك الأجهزة محمود عباس. النهاردة فيديو مميز جدا ورائع لمنتجات سوكاني. المهم المنتجات ديت انتشرت بشكل كبير جدا في السوق. قدرنا نجمع يعني أفضل حاجة وأحسن الحاجات وبعض الحاجات اللي موجود منها من السوق. تشكيلة كبيرة من المكنسة، من العجان، حلة الضغط، القلايات، الخلاطات الجميله بتاعتها، الكبات اللي مجننه البنات اللي كله بيسال عليها والعرايس بتسال عليها، كمان الهاند بلندر الفردي والعادي، وكمان المكوى الستاند. كان عندي المكوى الهاند البخار بس للاسف خلصانه دلوقتي، باذن الله هنبقى نعرضها لكم برضه. طب ليه انا عرضت منتجات سوكاني؟ منتجات سوكاني دلوقتي موجوده في كل المعارض في مصر، وكل الناس بتسال هل هي كويسه ولا مش كويسه، هل العجانات بتاعتها كويسه ولا لا، المنتجات بتاعتها، الضمان بتاعها، كله بيسأل على حاجات كتيرة جدا والناس مش عارفين اجابات. احنا النهارده باذن الله هنقول على بعض الاسئله اللي بتتوجه لنا، كمان هنعرض ونقول الاسعار بتاعه الحاجات كلها اللي موجوده عندي. ان شاء الله فيديو مميز جدا، عشان كده تابعني وتابعني على حسابي على تيك توك اللي تابعني عليه، وتابعني على صفحه الفيس عشان لو انت عايز تسالني على اي حاجه نقدر نوصلها لك ان شاء الله. اول حاجه عندنا من منتجات سوكاني. طب قبل ما نتكلم عن المنتجات، هل هي منتجات كويسه ولا لا؟ ده برضو سؤال مهم جدا واهم سؤال. انا من وجهة نظري النهاردة في المنتجات اللي موجودة في السوق، شركة سوكاني بتقدم منتجات فوق الممتازة. منتجات صيني، مش هنقول اللي هو براند فرنساوي ولا الماني، لا، هي منتجات صيني. ما هي كنود برضو صيني، بس طبعا كل حاجة وليها جودتها. في الصين ممكن تعمل لك حاجة ب10 جنيه، ممكن تعمل لك نفس الحاجة ب100 جنيه. يعني في نفس الوقت هي عاملة منتجات هتغزو بيها السوق المصري. اول حاجة كانت الشركة بتنزل المنتجات بتاعتها. طبعا هو كل المنتجات اللي موجودة في السوق استيراد، مفيش تجميع حتى هنا، كله بيجي من بره من الصين استيراد. بيجي الاستيراد عندك من بره، والموزعين بيوزعوا على التجار وعلى المحلات. كمان الاول ما كانش فيه مركز معتمد للصيانه، لا، اتعمل دلوقتي مركز معتمد في شارع عبد العزيز في القاهره، ولسه في واحد بيتعمل في العاشر من رمضان ان شاء الله. يعني ممكن على شهر ولا شهرين هيبقى موجود، عشان ايه؟ اللي عنده اي مشكله في اي منتج يقدر يتواصل مع خدمه العملاء ويقدر يروح المركز يشوف المنتج بتاعه. كمان لو نزلت حاجات تقاير هيبقى لها مركز خدمه طبعا في كل المحافظات. فهي دلوقتي بتغزو السوق المصري، منتجات كويسه جدا، شكل اكثر من رائع. من شكل الكرتونه الحاجه بتبان للاسف. يعني الناس عندنا في مصر بتشتري بعينيها. طبعا هو ده هم فكروا في حاجه جميله. كل الكراتين اللي عاملينها كراتين ممتازه، ممكن ما تبقاش ظاهره في الفيديو، لكن لو انت شفت الحاجه في اي معرض هتسرق عينك اللي انت تجري وتتفرج تقول ايه اللي جوه الكرتونه ده. كمان لو انت طلعت المنتج بره الكرتونه هتقدر تشوف منتج محترم، هتيجي تجربه تشغله، منتج برضه محترم. فاحنا ان شاء الله هنتكلم عن منتجات سوكاني الى حد ما، هي ديت اللي موجوده عندي دلوقتي، وكمان انا عامل عرض عليها عشان عيد الام. كل سنه وحضراتكم طيبين. تعال نشوف كل حاجه هنتكلم عليها ونقول المميزات بتاعتها والسعر بتاعها. تابعني عشان نشوف كل حاجه جديده. اهلا بكم من جديد. رجعنا عشان نتكلم. طبعا احنا مش هنبدا بالمكنسه، انا هبدا باشيك حاجه موجوده، وهو العجان ال 13 لتر. عجان 13 لتر فوق الروعه، 2000 واط، 6 سرعات، حله كبيره جدا. الشكل النيكل اللي كان بينزل زي شركه بلاك اند وايت، حاجه طبعا ممتازه جدا. معاها طبعا الاسلحه اللي مع اي عجان، والباب او الغطا اللي بيقفل على الحله. شكل جميل جدا، خامه ممتازه، حله من الاستانلس، روعه الصراحه. باذن الله انا هعمل لها فيديو مخصص ليها وهنجربه وهنشغله. ده اول حاجه طبعا انا لازم اعرضها واتكلم عليها، عشان دي اعلى حاجه دلوقتي لشركه سوكاني. منتج ممتاز جدا وحاجه فوق الروعه صراحه. يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه فوق الروعه. سعرها النهارده عامل 5100 جنيه. تاني حاجه، في ناس مش عايزه احجام كبيره، عايزه احجام صغيره. عندك العجان السكاني الستة لتر و2 من عشرة، هنقول او 6 لتر وربع، لا هو 6 لتر، 1100 واط، برضه 6 سرعات. شكل جميل كده، لون نبيتي، حاجه جميله. معاه كل الاسلحه بتاعته، حتى الغطا طبعا موجود، بس انا يعني هو جوه في الكرتونه. سعره 2100 جنيه، حاجه برضو من الحاجات الشيك جدا وكويسه. نيجي لحله الضغط الديجيتال اللي شكلها اكثر من رائع.
حاجه جميله جدا، شكل من بره معدن، لون النبيت الصراحه بيخطف العين، كلها ديجيتال وتاتش. الزرار بتاعتها اهي شغاله، تقدر تستخدمها 5 لتر من جوه، الحله بتاعتها جرانيت من جوه، تشتغل بالكهرباء طبعا ممتازه. 1000 واط. يعني انا ممكن اكون اول مره اجيب الصراحه الحاجات ديت، فانا ما فهمش فيها كتير. باذن الله انا هنعمل لها فيديوهات برضو، هنتكلم عن طريقه تشغيلها والمحتويات بتاعتها. احنا حاجات لسه ايه، احنا اول مره نعرضها، فان شاء الله هنعمل لها برضو فيديو مخصص ليها. سعرها كام؟ سعرها 2000 جنيه، 5 لتر. الشكل بتاعها ممتاز. طبعا في ناس تبقى عارفه طريقه تشغيلها كل حاجه عن الحاجات دي عشان بيستخدموها في الادوات المنزليه. انا ما بجيبش منزلي، فان شاء الله احنا واحده واحده كده هندخل منزلي عشان الناس اللي بتبقى عايزه الادوات المنزليه نوفرها لها ان شاء الله ونعمل لها عروض كويسه. بعد كده معانا القلايه الهوائيه، طبعا فوق الممتاز، فوق الممتاز الشكل، فوق الممتاز الخامة، فوق ممتاز الستايل. عندنا 3 لتر و8 من عشرة، يعني داخل على 4 لتر. وعندنا ال5.5 لتر. كان عندي ال8 لتر الصراحة بس خلص، كانت ديجيتال. طبعا حاجة شكل جميل خالص، استخدام سهل، مفيش ابسط من كده. زي ما احنا شايفين طريقه التشغيل ممكن بتبقى ظاهره هنا. اول ما بنوصل الفيشه بتاعتها بنقدر نتحكم ونحدد احنا عايزين نشغلها لايه. كمان الكتالوج بتاعها بيوضح لك كل حاجه. كمان هو محدد لك هنا لو انت عايز تقلي سمك، عايز تعمل فراخ، لحم، بطاطس، كل حاجه متحدده على الشاشه بتاعتها. هتبقى الاستخدام بتاعها سهل جدا وممتاز. شكلها طبعا حاجه شيك جدا لو احنا استخدمناها او حطيناها في المطبخ، فشكلها روعه. كمان عاملين ستايل جميل قوي قوي للنظام او القلايه سعه ال5.5 لتر. طبعا دي مش زراير، دي كلها ديجيتال. الاستخدام بتاعها برضو فوق الممتاز، خامه نظيفه جدا، تشطيب عالي خالص الصراحه. انا بقول لك منتجات سوكاني هتغزو السوق المصري في الفتره الجايه، هتركب السوق. وافتكروا كلامي، الاسعار بتاعتها بالنسبه للاسعار، انا جبت الصراحه من اليات البلاك اند ديكر والتيفال والكينود والفيليبس. انا مش شايف فرق كبير الصراحه، مش شايف اي فرق في اي حاجه. ممكن تاني عشان بس اقدم في السوق، انما التشطيب والجوده فوق الممتاز. لو حاجه تعبانه بتبان، سيبك من شكل الكرتونه، لا حتى لما نطلع الحاجه المنتج من بره اول ما نشوفه بيبان الخامه دي حاجه كويسه ولا لا. الصراحه حاجه فوق الممتاز، شكل، استخدام. والناس اللي جربتها والله بتقول لي فوق الممتاز، بالذات القلايه. اللي جربوا القلايه قالوا لي الصراحه حاجه ممتازه جدا. وباذن الله طبعا لما يبقى في مركز صيانه، قطع الغيار هتبقى متوفره، الصيانه بتاعتها هتبقى متوفره، الضمان بتاعك تقدر تستفاد بيه، كل حاجه هتبقى مرتاح في المنتجات اللي بتشتريها. نيجي بقى للاشكال الجميله خالص للخلاط. اول حاجه طبعا انا كنت بنزل اللي هو الخلاط السكاني اللي من غير مطحنه، اللي غير بتاع كبه الملح يعني. كانت الناس كلها عايزه حاجه طبعا بالكبه الملح، يقول لك عشان المطاعم بس بتستخدم العصير، احنا عايزين كمان اللي هو معاه كبه الملح. قدرنا نجيبه ونوفره. بس انا نسيت اقول لكم اسعار القلايه. دي عامله 2500 ودي عامله 2650 على ما اعتقد، والله انا نسيت. بس هي باذن الله يبقى العرض على كده، وانا براجعه لو في اي حاجه في المونتاج هعمل الاسعار بتاعتها. نرجع تاني للخلاطات. اول حاجه اتكلمنا عليها زي ما قلنا الخلاط السكاني اللي بالكبه، اللي هو بتاع التلج، اللي بيكسر التلج. الصراحه خلاط دبابه، خلاط الصراحه من افضل الخلاطات اللي موجوده في السوق حاليا واكثر المبيعات، عشان الترس بتاعه كله حديد او معدن بمعنى صح. سيبك من 5000 واط، هو الصراحه صوته جبار لما بيشتغل، بيبقى فعلا صوته جامد جدا، قوي فعلا يعني بشكل غير طبيعي. بس احنا هنتكلم اللي هو الوات بتاعه عالي، الاستخدام بتاعه ممتاز، هتستخدمه في البيت. انا ممكن اقول لك الكبه بتاعته دي ممكن تعمل فيها لحمه من كتر شديه الموتور. فهو الصراحه حاجه فوق الممتاز. سعره 1200 جنيه، حاجه فوق الروعه. الشحن متاح لاي مكان في مصر، اي محافظه باذن الله الشحن متاح. كمان نزلوا حاجه 4 في 1. ايه اللي 4 في 1؟ حاجه طبعا اول مره، ممكن في ناس ما شافتهاش عند بعض التجار عشان هو جديد. كمان شركه سوكاني عامله منتجات جديده لسه، ممكن في اخر الفيديو هنزل لكم شويه صور لبعض المنتجات اللي لسه ما جاتش. حاجه تخطف القلب، حاجه صراحه ممتازه جدا، مسطحات ومكاوي وحاجات صراحه
فوق الممتازه. عندك الخلاط الاربعه في واحد ده خلاط ممتاز جدا، عرض عليه عامل 1450 جنيه، متاح منه عندك الجهاز اللي انت شايفه اللي قدامك الغريب ده، دي عصاره فواكه. طبعا دي حاجه طبعا مختصه اهي لعصر الفواكه للعصير، حاجه طبعا غير الخلاط خالص، مخصصه للفواكه زي ما موضح عندك هنا. برضو في حاجات كتيره في استخدامه. عندك كبه الملح، دي كبه الملح، وعندك كبه للحمه، دي كبه الملح، دي كبه الملحه، وعندك الدورق بتاع العصاير او بتاع الطماطم، وعندك هنا دي عصاره فواكه. شكله جميل جدا، استخدامه هيبقى ممتاز، ينفع لاي عروسه بدل ما تجيب حاجات كتيره ملهاش اي لازمه وسعر غالي معدي 3000 ولا 4000. الفرنساوي ملوش اي لازمه الكلام دوت. لا، احنا عايزين نوفر على نفسنا، الحياه غاليه، ونجيب حاجه ممتازه نعرف نستخدمها ونعرف نستفاد بيها. كمان نيجي للكبات اللي اكله دماغي على التعليقات على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيس، بيجيلي رسائل كتيره للكبه السكاني. الكبه السكاني في منها 12 نوع، 12 نوع بكل الموديلات. انا اللي عايز حاجه معينه هيبعتها لي على الواتساب على الرقم اللي بيظهر على الشاشه بالمنتج النوع المعين اللي هو عايزه او الموديل، انا اقدر اوفرها له وهقول له سعرها كام قبل ما نجيبها له. انما دولت اكتر اتنين شغالين في السوق واكتر اتنين الاكثر مبيعات، دولت قدرنا نوفرهم. عندك الاربعة لتر والخمسة لتر. الاربعة لتر كمان السلاح بتاعه يا جماعه مزدوج، يعني شوف الشكل السلاح عامل ازاي، هنا هما اتنين فوق بعض بيبقى السلاح مزوج. احنا نبقى برضو فيديو ليه نكشف برضو حاجه كده عشان ايه نعرف شكل السلاح ده عامل ازاي. ادي شكل السلاح، يعني ايه مزدوج؟ اللي هما الاتنين مش فوق بعض بالظبط، لا ده الاتنين جايين زي علامه الزائد، بحيث يديك وسع جوه في الحله وفي الاستخدام في الطريقه. الصراحه الطريقه اللي هو شكل السلاح لما يبقى كده بيبقى ممتاز، تقدر اللي انت تستخدمه واللي انت تعرف تقدر تستخدمه بكل سهولة، وفي نفس الوقت هيديك كفاءة أحسن من الكبات التانية. عندك حاجة 800 واط، وحاجة برضو 800 واط تاني بس 5 لتر، نفس الواط ونفس قوة الموتور، بس السعة الداخلية مختلفة وطريقة تشغيل، هنا الزراير وهنا برضو الاستخدام بتاع التشغيل. سعرهم كام؟ سعرهم حاجة عاملة 750 جنيه، وحاجة تانية عاملة 850 جنيه، تفرق بس في ساعة الحلة. عرض عليهم متاح ان شاء الله. نيجي للهاند بلندر الشيك الجميل الصغير، الحاجات الرقيقه خالص في الاستخدام واللي هيفيدني واللي انا استخدمه. صراحه البهرجه في الحاجات ملهاش اي لازمه. اول حاجه عندنا عرض ب 400 جنيه الهاند بلندر الفردي من شركه سكاني، وعندنا الهاند بلندر الثمانية في واحد، كبه واسعه كبيره جدا غير التورنيدو والستار ماكس. صراحه الكبه بتاعتهم كانت صغيره، لا ده عامله زي كبه الخلاط، معاها السلاح بتاع الهاند بلندر، مضرب البيض، وهو الدورة اللي معاه او الوعاء اللي بيبقى معاه. سعره عامل 1000 جنيه، 1000 جنيه عرض عليه عشان عيد الام. واخر حاجه جايه معانا انا، بس انا ما طلعتهاش من الكرتونه عشان يعني غلبه شويه، عشان هي جايه قطعه واحده لسه، لما يجي القطعه التانيه هنعرض منها ان شاء الله، اللي هي المكوه الستاند البخار. المكوه الستاند عرض عليها عامل 1500 جنيه، ومعانا فيديو اكثر من رائع. معلش والله انا مقصر عشان كده انا بتكلم بسرعه في كل المنتجات. اخر حاجه معانا مكنسه دبابه 3500 واط، بس انا بقول لك بمعدل 2500 واط، شكلها شيك جدا، عامله 2200 جنيه، روعه، شكل جميل، استخدام حاجه ممتازه. ان شاء الله اللي عايز اي حاجه من المنتجات دي هيقدر يتواصل معايا، نبعت له شحن في اي وقت في اي مكان، نوفرها لكم باذن الله. اي حاجه من اللي عايزينها اكتبوها لي في التعليقات، تبعتوا لي على الواتساب اللي انتوا عايزينه ونقدر نوفره لكم ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وباذن الله كده هنبقى نعمل فيديو حاجه حاجه بالتفصيل ونشغلهم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمود عباس، ملك الاجهزه.